عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وسعادة دايما ودايما موفقين ودايما ان شاء الله ايه في أعلى درجة اجتماعي. حابب بس كده نوصل رسالة للكل. الرسالة ديت مش من عندي، دي من عند ربنا. آية كريمة كده في كتابه بتقول بكل بساطة: وأنا ليس الإنسان إلا ما سعى وأنا سعي سوف يرى. يعني وجودك ثم وجودك ثم وجودك ثم وجودك. كان ممكن في بداية الأمر أو بداية السنة نعمل شغل يعني قريب وشغل كويس بس في المذاكرة وهكذا، بس ممكن يكون بعضكم كسل وبعضكم قال لأ كفاية كده ووقف المرحلة دي، وقف المجهود ده. بس جه في مرحلة معينة قال لأ أنا لازم أبدأ من جديد. أنا جاي النهاردة أقول لك بس حاجة بس خالص، إن لما بتبدأ من جديد ربنا بيعوضك عن الفترة اللي أنت ما كانش فيها توفيق. هتقول لي ازاي يا مستر؟ هقول لك اللي فيه 1% منك شطاره، و1% عملك، و98% هو توفيق ربنا، او ممكن اقول لك نص شطاره ونص عملك، و99% هو توفيق ربنا. فما بالك بقى من طالب وطالب 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 وانت وهي وكل واحد فيكم بيعمل حاجه بس خالص، اللي هو بيذاكر او اللي هو بيعمل اللي عليه. ربنا بيوفقه بنسبة 50%، بيوفقه بنسبة 100% لو هو استمر على التوفيق ده. فما يكونش عندك طاقة سلبية ترجعك اللي انت بدأت منه. انا بقول الكلام ده سواء لو انت طالب من اول اولى ابتدائي لحد ثالثة ثانوي، او طالب جامعي بتتفرج عليا، او اب وام، يعني بلغوا الكلمة دي لابنائهم، بلغوا الكلمة ديتي اللي يعني ما شاء الله يعني قد الطلبة قاعدين قدامي. أنا بس بوصل لهم رسالة وأوصل برضه اللي بيشوف في رسالة. أنتوا برضه بتوصلوا الرسالة دي، وبرضه الرسالة دي اللي بيتفرج عليها. بدأنا في جزء المراجعات في سنة أولى ثانوي، وبنعمل جزء المراجعات في سنة ثانية ثانوي، وبدأنا في جزء المراجعات في سنة ثالثة ثانوي، وإن شاء الله في تقدم في إن شاء الله في الترم الثاني بإذن الله هنبقى تبع منصة نجوى، أو ممكن كمان ننزل بعض الفيديوهات المجانية موجودة عندي هنا على القناة، وممكن نشرح على برنامج نور. فالعلاقة كلها مش مين أنت بتتفرج على مين في الشرح، أنا العلاقة كلها إن أنت لما بتيجي تتفرج على مدرس أنا محتاجك اللي أنت تفهم منه. تمام يا شباب؟ تمام؟ برضه يعني نصيحة من أخ لأخوكم، لما تاخدوا عن مدرس في المواد العلمية سواء كان فيزياء أو كيمياء أو جيولوجيا، أي مادة علمية، والنحو والبلاغة خليه يعتمد لك على الفهم، ما يعتمدلكش على الحفظ. لو أنت طالب في سنة أولى ثانوي فأنت تعتمد على الفهم لحد ما توصل سنة تالتة، عشان بيكون التوتال بتاعك هو التوتال الكامل بيكون عبارة عن السنة أولى وسنة تانية ثانوي. أنا مثلا عندي في مادة الأحياء لو جيت قلت لك الخاصية الأستموزية أول كلمة في الدعامة، فالخاصية الأستموزية ديتي أنا درستها لك أو شرحها في سنة تانية ثانوي. فأنت لما تيجي دلوقتي تفهم الخاصية الأستموزية أو تفهم بس كلمة الأنسجة، هنيجي ندرس العضلات في سنة تالتة ثانوي، يبقى أنت عارف أنواع الأنسجة، يبقى أنت عارف يعني إيه نسيج ضام، يبقى أنت عارف كل تفصيل أو كل نملاية كده وكل فسفساية في سنة أولى وسنة تانية ثانوي عشان تدخل سنة تالتة ترتاح. أنا بقول الكلام ده لإخواتي اللي في أولى ثانوي وفي سنة تانية ثانوي. تالتة ثانوي بقى ربنا يعينكم، اللي هو إزاي؟ اللي هو أنا بكل بساطة بنجيب ورق أو مثلا دي مذكرتي اللي أعمل فيها كل الملاحظات. أنت كطالب مطلوب منك بكل بساطة اللي تلم الملاحظات كلها هكذا. دي الملاحظات اللي الواحد يقدر يكونها ويستفاد برضه من الطالب اللي هو ممكن يجيله سؤال في ملحوظه مثلا فيقوم رايح مسجلها ليه. فانت كطالب مطلوب منك اللي انت تلم الملاحظات سواء كان في الاحياء او في الكيمياء او في الجيولوجيا او في الكلام ده كله. طيب يا مستر هو انا اعمل ايه مثلا الكلام ده كله ليكوا كلكم؟ انا اعمل ايه في شهر واحد او في شهر اتنين او في شهر تلاته اللي هي ايام المراجعات دي؟ ما عليك الا تروح كده تشتري شويه ورق فلوس كده وتجمع كل فصل سواء كان في الكيمياء او في الفيزياء او في الجيولوجيا، في كل بند احنا ماشيين عليه او في كل ماده احنا ماشيين عليه، جمع ملاحظاتك في ماده في ورق فلوس كده، واكتب كده عليها الماده، اكتب كده عليها اسم الماده واركنها على الرف. اركنها يا عم لحد شهر 4 وشهر 5، راجع بس الورق ده، صدقني 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 هتستفاد منه ليله الامتحان كتير. ممكن اعرض لكم يعني حاجه بسيطه خالص، شوفوا يعني هكذا. ده طالبه في سنه اولى ثانوي
كانت في اولى سنه، كانت في سنه اولى ثانوي وحاليا في سنه ثانيه ثانوي، ربنا يوفقها ويعينها. هكذا كان شغل التلخيص بتاعنا، شغل اللي انا بجمع ملاحظات، شغل اللي انا بنوصل كميه الملاحظات او كميه الرسومات او اي رسمه موجوده عندنا رسمها فرق فلوسكاب، واكتب تحتها الملاحظات بتاعتي او قصادها الملاحظات بتاعتي، عشان اجي ساعتها ساعه ليله الامتحان بفضل من ربنا تقوم رايح انت راجع شويه الملاحظات. انت هو يا مستر هو الامتحان مبني على شويه الملاحظات دول؟ اقول لك لا، شويه الملاحظات دول يا حبيبي هم بيفتحوا لك باب في الامتحان، بيفتحوا لك بس كده باب في دماغك او باب بسيط خالص يخليك تقدر ان انت تحل الامتحان. امال الامتحان